نبدأ بسم الله. النهارده ميعادنا مع الظاهرة الثالثة اللي هي ظاهرة كومبتون أو تأثير كومبتون. ده درس تاني. تأثير كومبتون أو ظاهرة كومبتون. إيه الموضوع؟ الحكاية إن أنا بجيب فوتون وبجريه على إلكترون. نسأل أول سؤال، سامي الإلكترون أسرع ولا الفوتون؟ ليه؟ عشان سرعة مين؟ سرعة الضوء، اللي هي كام سرعة الضوء؟ 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية. طيب يعني الفوتون ده أسرع من ده ولا لأ؟ يعني هيلحقوا ولا مش هيلحقوا؟ حلو. لحقوا وخبطوا. تمام؟ فلقينا إن الفوتون اتشتت الناحية دي، بدل ما هو كان جاي كده اتشتت الناحية دي، والإلكترون اتشتت الناحية دي. حلو كده؟ طيب نرجع بقى تاني كده للدرس اللي فات، هحتاج منه بس ايه تأكيد معلومة كده. الثلاث ظواهر اللي احنا خدناهم دي ثالث ظاهرة. خليك كده نفتكر الظاهرتين اللي فاتوا. الظاهرة الأولى كان اسمها إشعاع الجسم الأسود بتاعت العالم ماكس بلانك اللي رسم لي منحنى بلانك وفسره لي. تفسير منحنى بلانك كان بيعتمد على افتراض وجود الفوتونات. حلو كده؟ الظاهرة الثانية اللي هو الانبعاث الكهروضوئي، مش الحراري، الكهروضوئي. اينشتاين وهو بيفسر فيه فسر برضو بناء على ان الضوء يتكون من فوتونات. حلو كده؟ يبقى انا كده دي التاكيد بتاعي. يبقى اول حاجه كان الافتراض، ثاني حاجه كانت التاكيد. يبقى الافتراض جه من مين؟ ماكس بلانك في ظاهره اشعاع الجسم الاسود. الثانيه جه منين؟ التاكيد جه من اينشتاين في الظاهره الكهروضوئيه. ثالث حاجه بقى الاثبات في تاثير كومبتون او ظاهره كومبتون. يبقى الموضوع بتاع الفوتون مر بثلاث مراحل: افتراض، تاكيد، اثبات. حد وهو قاعد بيذاكر هو في فرق ما بين التاكيد والاثبات؟ دلوقتي انا واحمد جايين من تحت. انا جيت الاول قلت لكم يا جماعه الجو تحت حر نار. احمد جه ورايا قال له والله يا جماعه الجو تحت حر قوي. كده انا قلت لكم، فانتوا جه في دماغكم ان الجو ممكن يكون حر. جه حد قال لكم تاني، يبقى انتوا كده في دماغكم ان ممكن يكون حر. بس جه بعدنا مصطفى عرقان، ده كده اثبت لنا ان الدنيا ايه؟ حر. تمام؟ يبقى في افتراض وفي تاكيد وفي ايه؟ اثبات. ده الاثبات. يبقى ظاهرة كومبتون تعتبر هي الإثبات على وجود الفوتونات، إثبات الخاصية الجسيمية للضوء. يبقى كومبتون تعتبر إيه؟ نقول تاني كده: إثبات الخاصية الجسيمية للضوء. صعب الكلام؟ أو إثبات وجود الفوتونات. طيب الإلكترون اللي جه الناحية دي ده بقول عليه إلكترون مشتت. إلكترون إيه؟ مشتت. وده بقول عليه فوتون إيه برضه؟ مشتت. يعني إيه بقى فوتون مشتت وإلكترون مشتت؟ يعني إيه الكلام ده؟ اللي حصل هنا دي يا جماعه زي البلياردو، كورتين خبطوا في بعض. في واحده كانت واخده طاقه وسرعه وخبطت في الثانيه اديتها جزء من طاقتها وسرعتها. تمام كده؟ بس الاثنين خدوا اتجاهين مختلفين. ماشي؟ فاللي حصل هنا بنشبهه بالبلياردو. هناخد في اخر الدرس خالص جدول يوضح الكلام ده، ايه اللي حصل فيه بعد التصادم. هناخد جدول بالتفصيل بس هسيبه الاخر عشان في حته هزودها. بس تعالى هنا كده مبدئيا نفهم فهم بس. الفوتون ده حد يتوقع سرعته تتغير ولا ثابته؟ سرعة الفوتون. الضوء هيفقد من سرعته بسبب التصادم؟ هل الضوء هيفقد من سرعته بسبب التصادم؟ يبقى الفوتون سرعته مالها؟ ثابتة. طب الإلكترون سرعته مالها؟ هتزيد لأن هو اللي اتخبط. صح؟ يبقى الإلكترون سرعته هتزيد. طيب مين طاقته زادت؟ الإلكترون. مين طاقته قلت؟ الفوتون. الفوتون طاقته قلت. تمام؟ لو قلت سرعته ثابته طاقته قلت، مش سرعته ثابته عشان ده الضوء. انما طاقته ايه اللي حصل لها؟ هو انا لما بضرب كورتين في بعض، الكره الاولى مش بعد الخبط طاقتها بتقل؟ صح؟ حلو. انما سرعه الفوتون اللي عندي ده ايه؟ ثابته. هقول لك كمان شويه طاقتها قلت ازاي طالما السرعه ثابته، بس اصبر عليا. طيب حلو. يبقى ده كده اللي حصل ده اقدر اسميه تصادم ولا لا؟ طيب التصادم اللي انتوا هتاخدوه في الميكانيكا خدتوه ولا لسه؟ طيب التصادم يا صاحبي عشان يحصل لازم يحصل عندي شويه حاجات كده ثوابت، كام قانون كده ثابتين. القانون الاولاني في التصادم عندي قانون بقاء الطاقه. قانون بقاء الطاقه. يعني ايه بقى القانون ده؟ بيقول لي ان مجموع
طاقه الجسمين بعد التصادم تساوي مجموع طاقه الجسمين قبل التصادم. يعني ايه؟ يعني في كورتين بلياردو هيخبطوا في بعض، اجيب الطاقه دي واجيب الطاقه دي واجمعهم على بعض قبل التصادم، وبعد ما يتصادموا اجيب الطاقه دي والطاقه دي واجمعهم على بعض. المفروض على الميزان يطلع الجمع ده قد الجمع ده. مفهومه كده؟ حلو. يبقى فهمنا ان قانون بقاء الطاقه ده بيقول ان اي فوتون زائد كي اي الكترون بتساوي اي فوتون زائد كي اي الكترون، بس دول قبل التصادم ودول بعد التصادم. طب قانونك الثاني اسمه ايه؟ اسمه قانون بقاء كميه التحرك. الله، ايه كميه التحرك دي يا عم؟ سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كميه التحرك دي كميه قديمه شويه، ممكن تكون خدتها قبل كده بس انت ناسيها. تمام؟ تعالى كده نشرحها كده سريعا. كميه التحرك. كميه التحرك دي هي عباره عن حاصل ضرب الكتله في السرعه. حاصل ضرب الكتله فين؟ في السرعه. طيب واحد اللي بقى كده، لما تيجي تضرب الكتله في السرعه يديك كميه اسمها كميه التحرك. لو انا عايز اجيب القانون، كميه التحرك دي رمزها بي ال. حلو؟ بتساوي الكتله رمزها ام، السرعه رمزها في. يبقى كده البي ال بتساوي ام في مين؟ ام في في. طب وحده قياسك؟ الام دي الكتله، وحده قياسها كيلو جرام، والفي دي سرعه، وحده قياسها متر كل، يبقى كيلو جرام متر كل ثانيه. دي كده وحده قياس كميه التحرك. كميه التحرك حسب ضرب الكتله في السرعه. ماشي؟ يبقى هنا قانون بقاء كميه التحرك ده بيقول ان كميه تحرك الفوتون زائد كميه التحرك بتاعت الالكترون بتساوي كميه التحرك بتاعت الفوتون زائد كميه التحرك بتاعت الالكترون. طبعا قبل ومين وبعد. طب صلي بينا على النبي. الاي دي بتاعت الالكترون ولا الفوتون؟ بتاعت الفوتون. الاي فوتون بتتفك بكام شكل؟ انا حافظ الحصه اللي فاتت شكلين. الشكل الاولاني اتش نيو، الشكل الثاني اتش في سي على لامدا. صح ولا لا؟ صح يا باشوات؟ الاي فوتون يا اما اتش نيو يا اما اتش سي على لامدا. طب كي اي طاقه الحركه كانت بتتفك ازاي؟ نص الكتله في مربع السرعه. نص كتله الالكترون في مربع ايه؟ سرعته. كتله الالكترون ثابت ولا متغير؟ ثابت. تمام؟ يبقى انا محتاج هنا مربع السرعه، وهنا محتاج يا التردد يا الطول الموجي عشان اشتغل. وصلت؟ تمام. طب هنا كميه التحرك، انا بقول ان هي كتله في سرعه. اسمع السؤال كويس. كميه تحرك الفوتون اقول ام في ولا ام في سي؟ في سي. الفوتون يا جماعه سرعته اسمها ايه؟ اسمها سي. صح؟ اللي هي سرعه الضوء. يبقى اقول ام في ولا ام في سي؟ ام في سي. البي ال بتاعت الالكترون ام في ايه؟ ام في في. اقول ام في ولا ام الكترون في في؟ ام الكترون في في. صح؟ لا اصحوا انتوا لسه نايمين؟ اصحوا لي شويه بعد اذنكم. هنا في البي ال بتاعت الالكترون قلت ام الكترون في في عشان ام الكترون ثابت، انما هنا قلت ام في سي عشان ده فوتون يتحرك بسرعه الضوء. وصلت؟ طيب نرجع تاني هنا. خلاص دي كده قوانين بتاعه بقاء الطاقه وبقاء كميه التحرك، ولكن فاضل لي قانون تاني اسمه قانون بقاء الكتله والطاقه. سمي الله كده في قلبك. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون ده اللي ابتدعه اينشتاين. انا عندي يا جماعه قانون بقاء الكتله لوحده وقانون بقاء الطاقه لوحده. ايه قانون بقاء الكتله ده؟ بيقول لي ان الكتله لا بتفنى ولا بتستحدث من العدم. يعني ما ينفعش يبقى عندي البشوره دي كده ليها كتله وفجاه تختفي. تمام؟ ولا ينفع اعمل كده من الهواء اجيب لك ارنب. تمام؟ يبقى الكتله لا تفنى ولا تستحدث من العدم. كذلك قانون بقاء الطاقه. الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم. صح؟ ولكن تتحول من صوره لاخرى. حلو؟ دلوقتي لما جينا جبنا النواه، نواه الذره، وحطيناها على الميزان وجبنا وزنها، جبنا كتلتها وقسمناها شطرناها، تمام؟ وحطيناها على الميزان تاني بعد ما شطرناها نصين، طلع كتلتها مش هي، طلع في فقد في الكتله. فقد في الكتله. طب فقد في الكتله ده فقد بسيط خالص.
راح فين؟ مش عارف. وفي نفس الوقت النواه لما اتشطرت عملت لي طاقه فظيعه جايه من العدم، جايه من اللا شيء، عملت لي طاقه كبيره. تمام؟ يعني الكتله اختفت وظهر مكانها ايه؟ طاقه. هي دي المعادله بتاعتي، ان قانون بقاء الكتله والطاقه، ان الكتله ينفع تتحول لايه؟ لطاقه. طب المعادله شكلها ايه يا عم اينشتاين؟ بيقول لي ان الاي دي اشهر معادله في الكوكب اساسا، بتساوي ام في سي تربيع. انت حتى لو ما تعرفش فانت شفت شكل المعادله دي قبل كده. لا، ام في سي تربيع، ايه بتساوي ام سي تربيع. تعالى هنا بقى عشان بنصور اديك شايف. طب هتقعد ازاي؟ احنا حاطين ترايبود. تعالى اقعد هنا. هو بيصور يا حبيبي، هو محطوط. هكتب لكم الثوابت كلها تاني، حاضر. تمام يا رجاله؟ ده كده القانون اللي هو بتاع ايه؟ قانون بقاء الكتله والطاقه مع بعض. حلو؟ طيب. ما تيجي نتكلم كده على الفوتون لوحده شويه. ايه رايكم؟ نمسك الفوتون لوحده كده ونتكلم عليه. سمي الله. الفوتون. ركز، هنتكلم شويه نظري، بس النظري مهم قوي فركز فيه. الفوتون بيقول لي هو كم من الطاقه غير مشحون. كم من الطاقه غير مشحون مركز في حيز صغير جدا. كم من الطاقه غير مشحون مركز في حيز صغير جدا. ماله بقى الكم ده؟ بيقول لي يتحرك بسرعه الضوء. حصل. تمام؟ وله كتله اثناء حركته فقط. وطالما ليه كتله يا شباب يبقى اقدر اقول ليه كميه حركه ولا لا؟ كميه تحرك، صح؟ يبقى ليه كتله وليه كميه تحرك، بس بشرط اثناء ايه؟ اثناء حركته فقط. وليس له كتله سكونيه. يعني ايه؟ يعني لما بيقف كتلته بتبقى كام؟ بتبقى بصفر. تمام؟ ويمكن حساب واحده واحده بقى في اللي جايه دي. انا مش هقول يمكن حساب ايه، احنا هنقدر نحسب كل حاجه في معادله واحده ان شاء الله. تمام؟ العلاقه بتقول ان الاي بتاعت الفوتون بتساوي اتش في نيو. حد معترض؟ طب اتش في سي على لامدا. حد معترض؟ ردوا على اللي جابوني. طب اقول ام سي تربيع. حد معترض؟ طب ام مع سي واحده هتبقى بي ال، مش البي ال ام في سي. اقول ام في سي بقى لي مين؟ بالظبط كده، بقى لي سي، يبقى بي ال سي. تمام؟ دي العلاقه بتاعتي. وحد الله، لا اله الا الله. تعالى من هنا كده من على الشمال. الاي ده رمز ايه؟ رمز ايه؟ طاقه. ها؟ رمز ايه؟ طاقه. النيو ده رمز ايه؟ تردد. ده رمز طول ايه؟ طول موجي. ده رمز ايه؟ ده رمز ايه؟ كميه حركه او تحرك عادي، هي كميه حركه كميه تحرك عادي، هي تمام كده؟ يبقى انا اقدر احسب كام حاجه؟ 1 2 3 4 5. اقدر احسب 4 بدلاله واحده. اي واحده، اي واحده. بمعنى لو اديتك الاي تعرف تحسب النيو؟ اقسم على الاتش ثابت. لو اديتك الاي تعرف تحسب اللامدا؟ اطلع اللامدا نزل ايه مكانها؟ اتش وسي ثوابت. لو اديتك الام تعرف تحسب الاي؟ او الاي بتساوي ام سي تربيع. لو اديتك الاي تعرف تحسب الام؟ اقسم على سي تربيع. مستطيل. لو اديتك الاي وعايز البي ال اقسم على سي، يا اما احط المعادله على الاله واعمل شيفت سولف. طب لو اداني حاجتين غير الاي عادي تتعامل. فاطمه لو اديتك الام وعايز النيو تعرف تحلي؟ هساوي دول بدول، ثابت ثابت معايا عايزه. صعب الكلام؟ تمام؟ يبقى المعادله دي يا شباب في الفوتون بتخلينا احل كل حاجه. تمام؟ اتفقنا؟ طيب الناس اللي ناسيه الثوابت اللي ربنا سامحهم واحد واحد، تعال نفكركم بالثوابت تاني لاخر مره. لاخر مره. الاي بتساوي 1.6. لا اسكتوا بقى، ما انتوا ما افتكرتوش دلوقتي. جينا على عدم ثابت وعاملين فاكرين؟
انا صح، خش يا احمد كده ولا يهمك. ماشي ماشي. المهم ده يقاس بالايه يا شباب؟ بالكولوم. تمام، دي الاي. بعد كده عندي ثابت كمان اللي هو مين؟ الام اي. بتساوي ايه؟ 9 1 في 10 اس سالب 31. وحده قياسها كيلو جرام. وبعدين عندي الاتش 6 625 في 10 اس سالب 34 جول في ثانيه. تمام؟ عندي حاجه ثانيه؟ السي. كام السي؟ 3 في 10 اس 8. وحده قياسها متر كل ثانيه. في حاجه ثانيه؟ اسامي الثوابت دي اسمها ايه؟ شحنه الكترون. الاتش دي اسمها ثابت ايه؟ ايه ده؟ ده دي الام. ماشي. بس انت بص الصراحه، كتله الكترون ثابت بلانك. السي سرعه الضوء. النهارده كل واحد فيكم هيخلص الحصه ويروح يذاكر ويطلع كراسته بعد اذنك. دول كام ثابت؟ 4. اطلع كراسته، يقسم صفحته 4 عواميد، ويكتب على كل عمود من فوق اسم الثابت بالعربي، ومن تحت ينزل بيهم العمود كله. تمام؟ ينزل بالعمود لحد ما يحفظ ميتين ام الثابت. ماشي؟ هعمل ايه تاني؟ مفيش. صح؟ يا عم ما اديهالكش. ها يا عم اداك ثوابت عشان تحل بطريقه واحنا بنحل بطريقه اسهل. ها تمام. وبعد ما تخلص تقوم داخل لي على الواتساب تبعته لي اهو 010 243 074 92. تخش عندي على الواتساب تقول لي يا مستر انا عملت الواجب، تقول لي يا باشمهندس عملت الواجب، صور لي الصفحه، قول لي يا مستر بقى، قول لي يا استاذ صور لي الصفحه فيها 4 عواميد في الاربع ثوابت. ماشي؟ تعال المره الجايه بقى مش حافظ الثابت بقى انا اعلقك في المروحه. المهم كمل معايا كده. يبقى احنا في البدايه خالص اتكلمنا عن الظاهره نفسها، قلنا الظاهره دي بيجي معاها قوانين عامله ازاي، وبعدين اتكلمنا عن الفوتون لوحده بشكل خاص، وبعدين افتكرنا السبب. طيب هل حد فيكم يعتبر المسائل اللي هتيجي هنا هتبقى صعبه؟ مسائل تعويض. تعويض حرفيا، تعويض مباشر، بتبقى جايه بهبل. يقول لك فوتون كومتون قبل التصادم كذا وبعد التصادم كذا، والكترون كومتون قبل التصادم كذا يبقى بعد التصادم ايه؟ وصلت؟ مره يديك طاقات ومره يديك كميات تحرك، مره يديك امات وسيهات وفيهات، ومره يديك نيو ولامدا وفي وبتاع. تمام؟ فعادي تعوض هنا تعوض هنا وشفت سولف على الاله وخلصنا، وتشوف دلوقتي في المسائل احنا بنحل. تمام؟ طيب كمل معايا. دي كده ظاهره كومتون. ماشي؟ زي ما قلنا فيها جدول، هنسيب الجدول ده بس شويه لحد ما نوضح حاجه كده. جالنا بعد كده، حد فيكم بيتفرج على الكبير؟ لا اتفرج على الكبير بقى زمان بقى، ايام الاولد دايز. عارفين حزلقوم؟ طب عارفين حزلقوم بقى ايام ما كان بيطلع في الافلام قبل الكبير؟ ايه؟ لا تراجع ولا استسلام. عارفين ايمن بن احلام كراويه؟ ايوه. عارفينه؟ سمعتوا عن الشخصيه دي؟ ايمن بن احلام كراويه ده الشخصيه اللي هو عنده حل لكل حاجه، تحكي له اي حاجه يقوم هبدك حل في نص دماغك يجيبك الارض. تمام؟ ايوه بالظبط، من النت. هو ده. تمام؟ العالم اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي ده انا بشبهه بايمن بن احلام كراويه. تمام؟ اسمه ايه ده؟ اسمه دي براولي. طبعا الطلبه بيشبهوه بدي بروين، دي قصه ثانيه. ماشي؟ انا بشبهه بايمن بن احلام كراويه. مين بقى الباشا؟ الباشا جالنا كده بعد ما احنا خلصنا العجن اللي احنا بنعجنه بقى لنا حصتين ونص، قاعد بقى احنا عمالين نقول ايه؟ اشعاع الجسم الاسود والفوتونات وتفسير بلانك، وقاعدين عمالين نتكلم الاشعاع الكهرومغناطيسي، الاشعاع الحراري، الانبعاث الحراري والانبعاث الكهروضوئي والاي فوتون والاي دبليو والنيو سي، وخلصنا العجن اللي احنا بنعجنه ويا دوبك ما صدقنا اثبتنا وجود الفوتون، وراح جاي قال لنا ايه بقى؟ بصوا يا رجاله، نظرا للتماثلات الكونيه. نظرا لايه؟ التماثلات الكونيه. يعني ايه تماثلات كونيه عشان تبقى معانا على الخط؟ يعني ان الكون متماثل غالبا، في اغلبه كون متماثل يمينه قد شماله. تمام؟ بقول في اغلبه كون متماثل يمينه قد شماله. فبيقول لي نظرا للتماثلات الكونيه يكون للالكترون، اسمع بقى، طبعا هو هنا مش بيتكلم على الالكترون بشكل خاص، هو بيتكلم على الالكترون كحاله.
يعني انا ينفع اعمم شغل الالكترون ده على اي جسم. نظرا للتماثل الكونيه يكون للالكترون خواص موجيه. طب اثبت. لا ما اثبتش. طب اعمل لنا تجربه حتى لوجه الله. لا ما عملش. هو راح نكتها وراح ماشي. نظرا التماثلات الكونيه. انتوا بقالكم حصتين بتهروا في ايه؟ عايزين تثبتوا الخاصيه الجسيميه للضوء. عايزين تثبتوا الخاصيه الجسيميه للضوء. طب طالما الكون متماثل وانتوا اثبتوا ان الضوء ليه خواص جسيميه، يبقى الالكترون اللي هو الجسم ليه خواص موجيه. تمام؟ يا عم فوق راسي. نحسب ايه بقى ونحسب ازاي؟ قال لي نحسب له الطول الموجي. قلت له طب الطول الموجي ده هنحسبه منين؟ قال لي مش الطول الموجي هنا له علاقه بالبي ال؟ ساويهم ببعض. طير السي مع السي يبقى البي ال اتش على لامدا، يبقى اللامدا اتش على بي ال. لو ما خدتش بالك من الاثبات مش مهم. لامدا بتساوي اتش على بي ال. تمام؟ مش هجيب في الامتحان سؤال اثبت. طيب البي ال دي عشان افكها من هنا احط ام سي ولا ام في؟ ام في طبعا يا بهايم. هو انا هنا بتكلم على ضوء؟ ابوس اضلاعك ركز. ده جسيم يا ابني الكترون. في ايه؟ اقول ام في بقى ولا ام الكترون في؟ ام الكترون في صح. يعني انا ينفع هنا اشيل البي ال واكتب ايه؟ اكتب ام الكترون في. صعب الكلام؟ طيب في بقى حته صغيره فاضله، حته خالص صغنونه كوتي. تمام؟ فكرك بيها. الحصه اللي فاتت كنا ربطنا السرعه بفرق الجهد صح؟ في علاقه بتقول ان الكي اي بتيجي منين؟ بتيجي من الدبليو. ان طاقه الحركه بتيجي من الشغل الكهربي. وقلنا ان الكي اي نص الكتله في مربع السرعه، والفي والدبليو هنا فرق الجهد في ايه؟ في الشحنه. صح الكلام؟ طيب هنا المساله ممكن تيجي. تعالى نعيش جو المسائل قبل ما نحل يعني. عندك هنا كم معطى اسلامي او كم مجهول؟ اللامدا دي مجهوله صح؟ مش ثابته. الاتش ثابت، البي ال مجهوله. الاتش ثابت، الام اي ثابت، الفي مجهوله صح؟ يعني ينفع محمد عشان يديك مساله يديك البي ال يطلب اللامدا، او يديك اللامدا يطلب بي ال، يديك الفي يطلب اللامدا، او يديك اللامدا يطلب الفي. صح؟ صح ولا لا؟ طب ما هي الفي دي يا رجاله السرعه مربوطه اصلا بفرق الايه؟ بفرق الجهد. يعني يا فاطمه ممكن يديني فرق الجهد ويطلب مني اللامدا. اخد فرق الجهد اعمل بيه ايه؟ اجيب منه السرعه، واخد السرعه اقعد هنا اجيب مين؟ اللامدا. ترجمه؟ ممكن اجي يا عبد الرحمن اديك اللامدا، يا احمد اديك اللامدا واطلب منك فرق الجهد. تاخد اللامدا تجيب منها السرعه وتحط السرعه هنا اجيب مين؟ فرق الجهد. صح؟ جميله؟ طب ما انا اسهل عليك. اطلع الفي من هنا السرعه وارزعها هنا اجيب لك العلاقه. العلاقه بتقول يا شباب جذر 2 اي ام اي في فرق الجهد. اقولها تاني؟ 2 اي في ام اي في فرق الجهد. تمام؟ فانا كده عندي كام معطى او كام مجهول او كام حاجه يقدر يلعب بيهم؟ لا كام حاجه يقدر يلعب بيها؟ 1 2 3 4 لامدا بي ال في يقدر بقى يلعب باي حاجه. يديني اي حاجه ويطلب اي حاجه. تمام؟ بس انا جمعتهم كلهم في ايه؟ في حته واحده في معادله واحده. بس بالله عليك بالله عليك يا رب بابا وماما يحجوا الاثنين مع بعض واحج انا كمان معاهم في نفس السنه. مش مهم انت دلوقتي. الكلام ده كله بيتكلم على مين؟ بيتكلم على مين؟ بكرر تاني بيتكلم على مين؟ بكرر تاني بيتكلم على مين؟ بيتكلم على مين؟ الكترون. حلو قوي. بعد ما حسبت اسمعني بقى هقول لك ليه بقى؟ هقول لك. ما اصل انا مت الموته دي 6 7 مرات قبل كده. اسمعني. لما اديك فرق الجهد وتحسب لي اللامدا الطول الموجي، واقوم جاي بقى لها واحده مذاكره زي فاطمه اقول لها يا فاطمه انا عايز النيو. النيو بتساوي مين على لامدا يا فاطمه؟ محدش ينطق. الحصه اللي فاتت قلناها. اتش. ما هو ده الطول الموجي يا ام. مش مذاكره فاطمه؟ مش مذاكره؟ قولي مش مذاكره. ما هو انت كده مش مذاكره. ده رمز ايه ده؟ طول موجي. وده رمز ايه؟ تردد. التردد بيساوي على ايه؟ قول. في
على لامدا. عندك اعتراض يا ملك؟ ولا نقول سي؟ ممكن نقول سي عادي؟ ما هي دي الموتة اللي انا كنت مستني اموتها من عند فاطمه، بس فاطمه طلعت مش مذاكره فرحمتني منها. انا هنا بتكلم على مين؟ احط سي؟ بس ده اللي انا عايز اوصل له. طالما ده الكترون احط سي؟ ما يصحش احط سي، عشان دي سرعه الايه؟ سرعه الضوء، صح؟ انما انا هنا بتكلم على مين؟ على الكترون، يبقى ليه سرعه عادي زي بقيه البني ادمين. ماشي؟ يبقى انا هنا لما يخلص اللعبه بتاعته ويطلب مني النيو، بالله عليك تقول له في على لامدا. طب الفي دي بقى فين يا هندسه؟ ساعتها هيديها لك يا صاحبي. تمام؟ قشطه؟ يبقى في حاله لو طلب ايه؟ لو طلب التردد. طب ثواني بقى، هو اللامدا اللي انت حسبته ده اسمه ايه؟ اللامدا ده اسمه الطول الموجي المصاحب لحركه الجسيم او لحركه الالكترون او لحركه اي حاجه. صلي بينا على النبي. محمد، تفتكر مين طوله الموجي اكبر؟ ركز بقى في الكلام. مين طوله الموجي اكبر؟ انا وانا بتمشى كده وبتدنجل ورايح السنتر، ولا في عربيه بتجري؟ مين طوله الموجي اكبر؟ ليه بقى؟ طب ما نبص على القانون. انا عايز طول موجي اكبر، عايز بي ال اقل، سرعه اقل، فرق جهد اقل. هل وانا ماشي في الطريق في فرق جهد عليا؟ لا الحمد لله. بس في ايه؟ في وكميه حركه، دول هم صح؟ كتلتي بتتغير طول ما انا ماشي في الطريق. طب سرعتي صغيره ولا كبيره؟ لما السرعه صغيره اللمبه ايه؟ اللمبه كبيره، صح؟ يبقى لما السرعه تقل اللمبه تزيد. يبقى انا هنا هطلع برضو المعطيات او العلاقات، اسف. اللمبه عكسي مع مين؟ مع البي ال، وعكسي مع مين؟ مع الفي اللي هي السرعه، وعكسي مع مين تاني؟ جذر فرق الجهد. تمام؟ وصلت يا رجاله؟ وصلت؟ وصلت؟ فاهم حاجه؟ ماشي. دي الحدوته بتاعت دي براولي. فقلت له يا عم دي براولي، هو انا استفاد منك بايه بقى؟ على عيني وعلى راسي حاضر، استفدت منك بايه؟ قال لي هتستفاد في حاجه اسمها الميكروسكوب الالكتروني. الميكروسكوب الالكتروني. وحد الله بقى يا صاحبي، لا اله الا الله. ايه الحكايه؟ الميكروسكوب الالكتروني جه منين؟ فكرته ايه؟ عملته ليه؟ وماله الميكروسكوب الضوئي بتاعنا؟ ماله؟ سمي الله الاول. دلوقتي احنا على السبوره دي اثبتنا ايه؟ اثبتنا حاجتين. الحاجه الاولانيه كانت ايه؟ الخاصيه الجسيميه للضوء، يعني وجود الفوتونات. اثبتناها ازاي؟ خلينا يعمل ايه؟ تصادم، والتصادم ده خاصيه مميزه للاجسام، صح؟ يبقى اثبتنا ان الفوتون جسيم. دي اول حاجه. طب هنا طبق عليه انهي قانون؟ قانونين. قانون بقاء الطاقه، طاقه الفوتون زائد طاقه الالكترون قبل بتساوي طاقه الفوتون زائد طاقه الالكترون بعد. يا اما قانون بقاء كميه التحرك، بي ال فوتون زائد بي ال الكترون قبل بتساوي بي ال فوتون زائد بي ال الكترون بعد. تمام؟ طيب اشتغلنا على كميه التحرك وقانون بقاء الكتله والطاقه ودمجناهم مع بعض في الكلام عن الفوتون. لما جينا وصفنا الفوتون قلنا هو كم من الطاقه غير مشحون مركز في حيز صغير جدا. تمام؟ له كتله وكميه حركه اثناء حركته فقط، وليس له كتله سكونيه. طيب كميه حركه هفهمها، كميه حركه كتله في سرعه. فلو قعد ملوش كميه حركه، صح؟ ازاي بقى لو قعد ملوش كتله؟ ازاي؟ ازاي حاجه لو وقفت، لو سرعتها بقت بصفر كتلتها هتختفي؟ صلي بينا على النبي. هو انا قلت ده جسيم يحتوي على شويه طاقه، ولا قلت كم من الطاقه؟ كم من الطاقه، صح؟ يعني شويه طاقه متجمعه على بعضها، صح؟ صح ولا لا؟ يعني عاملين زي شويه الميه. انا اروح دلوقتي افتح الحنفيه واملى ايدي كده ميه. حلو؟ دلوقتي ايدي مليانه ميه ولا لا؟ في ايدي جسم، يعني تقدر توصف الجسم في ايدي شكله ايه؟ لا، صح؟ بس في ايدي شويه ميه، صح؟ طيب لو انا مسكت الميه دي وقمت راميها في وش مصطفى، ينفع المها تاني؟ لا، صح؟ يبقى الميه دي طول ما هي في ايدي وانا بتحرك بيها مع بعضيها ليها كتله. اول ما حصل لها تصادم ووقفت
وقفت، كتلتها راحت. تمام؟ طيب دلوقتي بقى وانا ماشي بالميه دول تاني، وجاي هنا كده مثلا ماشي كده في الحته دي، وقمت خابط في الباب، في شويه ميه وقعوا من ايدي صح؟ شويه الميه دول قلوا ولا زادوا؟ هيقلوا صح؟ يعني كتلتها ايه؟ هتقل. يعني الفوتون لما خبط كتلته قلت صح؟ عشان كده طاقته قلت. فهمنا حاجه؟ مش الطاقه هنا مربوطه بالكتله ولا لا؟ لما كتلته قلت ايه اللي حصل في طاقته؟ قلت. فهمنا حاجه؟ اكيد اكيد. يبقى بعد التصادم ايه اللي حصل للفوتون؟ سرعته ثابته، سرعته كتلته قلت، كتلته طاقته قلت، طاقته تردده قل. التردد اهو طردي، التردد ايه؟ قل. طب الطول الموجي عكسي زاد، طب كميه الحركه قلت. بصوا يا جماعه كل ده طردي ما عدا مين؟ اللمبه. فلما اقول لك الفوتون خبط فكل حاجه قلت ما عدا اللمبه. تمام؟ مين بقى اللي قل معايا بالترتيب كده؟ طاقته قلت، تردده قل، طول الموجي زاد، كتلته قلت، كميه تحركه قلت. اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. فين احمد؟ طيب ماشي. هو كمان بتاع ده ملوش اهل يسالوا عليه، يعني اللي داخل بيزقه. طب ما علينا، انتوا كده كده انتوا اللي هتشوفوا الفيديو ده فمش فارق. عادي يعني. المهم ده كده بالنسبه للفوتون. تمام؟ في حاجه اخيره في الفوتون، سرعته ايه؟ ثابته. بالنسبه للالكترون اللي اتخبط، الالكترون اتخبط اعكس، اعكس كل حاجه. طاقته، سرعته، كتلته، كتله الالكترون، كتله الالكترون ثابته صح؟ يبقى الالكترون ده لما اتخبط كتلته مالها؟ ثابته. حلو كده؟ طيب تعالى بقى يا عم، احنا هنا دلوقتي اثبتنا ان الالكترون ليه ايه وايه؟ ليه تردد وطول موجي صح؟ صح. دلوقتي الالكترون ده طاقته زادت ولا قلت؟ طاقته زادت صح؟ تردده اسف، التردد المصاحب لحركته زاد ولا قل؟ زاد. الطول الموجي المصاحب لحركته زاد ولا قل؟ قل. وصلت؟ دي الحته اللي انا كنت سايبها عشان الجدول. انا الجدول هنا يا شباب هتكلم على الفوتون والالكترون، هتكلم عليه هنا. تمام؟ يبقى انا بتكلم على الفوتون ازاي؟ وهو سرعته ثابته، طاقته زادت، تردده زاد، طول الموجي قل، كتلته زادت، كميه حركته زادت. تمام؟ ده الفوتون. انما الالكترون كتلته ثابته، سرعته زادت، طاقته زادت، تردده زاد، طول الموجي قل. وصلت يا رجاله؟ تمام؟ طيب ازاي بقى هنا في دي براولي بجيب لامدا ونيو لجسم بيتحرك؟ يعني ايه؟ وازاي فرقت السرعه في المثال اللي كنا بنتكلم فيه من شويه؟ يعني ايه بقى؟ دلوقتي وانا بمشي بالراحه وانا بمشي مش بزيح جزيئات الهواء اللي موجوده دي عشان انا اتحرك؟ ازاحه جزيئات الهواء حواليا دي هتبدا تعمل موجه. حلو الكلام؟ الموجه اللي احنا عملناها دي كده، ده تشبيه بس في دماغك يعني. الموجه اللي احنا عملناها دي كده لو انا وقفت هعمل موجه؟ حلو. يبقى الخاصيه الموجيه للجسيم تحدث اثناء ايه بس؟ حركته. والخاصيه الجسيميه للضوء تحدث اثناء ايه بس؟ حركته. يبقى لو الفوتون وقف ملوش كتله، لو الالكترون وقف ملوش طول موجي، ملوش موجه. لا الالكترون غير الفوتون يا احمد، الفوتون شويه طاقه شويه الميه، انما الالكترون ده جسم زي دي لما اتخبطت كده يحصل لها حاجه. وصلت؟ نقول تاني يا رجاله زي ما رجل. نقول تاني، الفوتون شويه طاقه متجمعه حوالين بعضيها. تمام؟ لما اتخبطت طاقتها قلت، ترددها قل، طولها الموجي زاد، كتلتها قلت، كميه حركتها قلت، انما سرعتها ثابته عشان بتتحرك بسرعه الضوء. الالكترون لما اتخبط طاقته زادت، التردد المصاحب لحركته زاد، الطول الموجي المصاحب لحركته قل، كتلته ثابته، سرعته زادت، كميه تحركه زادت. تمام؟ يبقى هم 6 نقط عن الفوتون وعن الالكترون، اهم حاجه نكون ايه؟ فاهمين. ولكن اهم حاجه برضو لازم تكون واخد بالك ان خاصيه الجسيميه للضوء بتحدث اثناء الحركه فقط، والخاصيه الموجيه للالكترون تحدث اثناء الحركه فقط. الحصه اللي فاتت قلت لك ان الفصل بالكامل اسمه ازدواجيه الموجه في الجسيم. لحد هنا احنا اثبتنا الازدواجيه. احنا هنا اثبتنا ان الضوء ليه خواص جسيميه، وهنا حالا اثبتنا ان الالكترون او الجسيم ليه خواص ايه؟ موجيه.
احنا كده اثبتنا الازدواجيه خلاص. تعالوا نعمل تطبيق على دي براولي ونحط الجدول بتاع ظاهره كومت. سمي الله. الميكروسكوب الالكتروني بيقول لي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ميكروسكوب يستخدم شعاع الكتروني بدل اشعه الضوء. سالته سؤال، ليه؟ يعني ماله شعاع الضوء؟ معلش هو اثر معانا في حاجه؟ قال لي شعاع الضوء ده قاصر، اخره 400 نانومتر، من 400 ل 700 صح؟ يعني اخر حاجه اقدر اشوفها 400 نانومتر. واحنا الحصه اللي فاتت لما جينا نشرح كيف تتم الرؤيه، الحصه بتاعت المقدمه، كيف تتم الرؤيه، كنت بقول لك الضوء بيقع على الجسم ينعكس على عيني اشوف صح؟ دلوقتي عشان اشوف جسمي مش لازم الضوء يخبط في الجسم ده ويرجع؟ طيب الضوء بتاعي اللي انا بشوفه بعينيا من 400 ل 700 نانومتر، يبقى لازم الجسم اللي عيني تشوفه بالضوء ده ما يكونش اصغر من 400 نانومتر، صح ولا لا؟ عشان يقدر يخبط فيه صح؟ يعني مثلا افترض كده معايا، افترض ان انا جاي لي ضوء بالمنظر ده، فوتون بالمنظر ده كده، ومعدي على جسيم صغنن بالشكل ده، هل الفوتون ده هيشوفه ولا هيعدي من فوقيه؟ هيعدي من فوقيه، مش هياخد باله منه صح؟ طب لو مسكنا الجسم ده كبرناه كده هيعدي من فوقيه برضه. طب لو كبرناه كده برضه هيعدي من فوقيه. طب لو كبرناه كده كده ممكن يخبط فيه ويرجع، تمام؟ طب لو كبرناه اكتر كده اكيد هيخبط فيه ويرجع. فهمنا حاجه؟ لا ما فهمتش، قولي تاني. الطول الموجي لازم يبقى اقل من او يساوي ابعاد الجسم. ده مين ده؟ ده اسمه شرط الرؤيه. شرط الرؤيه انه ايه اللي يحصل في شرط الرؤيه؟ ان الطول الموجي يبقى اقل من او يساوي ابعاد الايه؟ الجسم. طب ايه اللي هيحصل لو الطول الموجي اكبر من ابعاد الجسم؟ مش هتشوف. يبقى لو الطول الموجي اكبر من ابعاد الجسم لن تتم الرؤيه. تمام يا رجاله؟ ماشي؟ ماشي. فالضوء مش هينفع يشوف لي حاجات اقل من 400 نانومتر. انا عايز اشوف حاجات اقل من كده. عندي فيروسات، الفيروسات بتبقى صغيره جدا، عايز اشوفها، عايز افحصها، فمش هينفع استخدم شعاع ضوء. هتقول لي سهله، عايز تقلل الطول الموجي زود التردد. يعني بدل ضوء مرئي روح في الفوق بنفسجي، او روح على اكس، او روح على جاما. في مشكله ايه؟ الاشعه دي اولا عيني مش بتشوفها، ثانيا ضاره جدا عليا، لو تعرضت لها تبقى ضاره على صحتي. طب خلاص فاكس، تعال نفكر في حاجه ثانيه. ايه ده؟ هو مش الولد ايمن ابن حنان كراويه كان عمل معادله تربط الطول الموجي بالسرعه صح؟ والسرعه انا عارف اصلا ان هي كانت مربوطه بفرق الايه؟ فرق الجهد صح؟ يعني لو جبنا الكترون قدرنا نسلط عليه فرق جهد عالي قوي هيديني طول موجي قليل قوي، اقدر اعمل منه شعاع اشوف بيه. فلو حد قاعد بيذاكر وسمع الكلمه دي هيقول عليا بهيم. ازاي يا باشمهندس الضوء الفوق بنفسجي مش هتشوفه والالكترونات هتشوفها؟ استعبطني؟ لا مش بستعبطك. هنستخدم بدل العدسات بتاعت العدسات الزجاجيه دي، اسمها عدسات زجاجيه او عدسات ضوئيه عشان بتنفذ الضوء، هنستخدم حاجه اسمها عدسات الكترونيه او عدسات مغناطيسيه. تمام؟ من الاخر يا رجاله عشان نشوف احنا بنستخدم عدسات تجمع الاشعاع الالكتروني ده وتلعب فيه، وعشان اشوف انا بعيني بجيب شاشه فلوريسيه. حضرت السي ار تي المره اللي فاتت كان في شاشه فلوريسيه كل ما الالكترون يخبط فيها تعمل وميض، الالكترون يخبط فيها تعمل وميض. تمام؟ الشاشه دي اللي كل ما الالكترون فيها يخبط تعمل وميض دي اللي هستخدمها في الميكروسكوب الالكتروني عشان اشوف بعنايه براحتي. يبقى تاني هعمل ايه؟ هجيب شعاع من الكترونات هطبق عليه فرق جهد عالي قوي يديني طول موجي قليل قوي. فرق شعاع الالكترونات ده هسلطه على جسم معين يسقط عليه ياخد تفاصيله ويرجع لي على الشاشه، يقعد يخبط في الشاشه يعمل لي وميض مكان شكل الجسم ده يطبع لي الصوره على الشاشه. وصلت؟ وصلت؟ هي دي الحدوته كلها. تمام؟ طب العدسات المغناطيسيه اللي انت كنت بتحطها في النص قلت لك عشان تتحكم في مسار الشعاع. تمام؟ طيب يبقى هنا الميكروسكوب الالكتروني فكره عمله علاقه ايه؟ دي براولي. يبقى هي فكره العمل، فكره العمل تقدر تقول له يا اما علاقه دي براولي يا اما مين؟ ها؟ الخاصيه الموجيه للجسيم. طب ما تصلوا بينا على النبي. احنا بتوع فيزياء ولا بتوع بطاطا؟ بتوع فيزياء.
بتوع الفيزياء يا صاحبي ما ينفعش يمشوا كده عمياني. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تيجي تقول لي عشان الكون متماثل بقى وخلاص خلصنا وانا اسمع كلامك واصدقك. تمام؟ لازم اعمل تجربه تثبت لي الكلام ده. هعمل تجربه تثبت لي ان الالكترون ليه موجه. تمام؟ دي موجه مصاحبه لحركته. تمام؟ هعمل ايه؟ جبت حاجه اسمها الدبل سبليت او الشق المزدوج. الشق المزدوج دي كنا بنعملها بالضوء، ظاهره التداخل. خدت ظاهره التداخل قبل كده؟ ايوه، التداخل الحيوي. التداخل دي بتجيب لي حيطه كده ويعمل فيها فتحتين ويعدي عليها الضوء. الضوء بيعدي من الفتحتين ده يعمل كانهم مصدرين. المصدرين دول يحصل ما بينهم تداخل. التداخل ده بيظهر على الحيطه قدامي. تمام؟ التداخل ده من خواص الموجات. حلو؟ هعمله بشعاع الكترونات. لو ظهر التداخل يبقى الالكترون فعلا معاه موجه. لو ما ظهرش التداخل يبقى انت هجاص. تمام؟ صلي بينا على النبي. جبنا الحيطه بتاعتنا دي وعملنا فيها فتحتين وسلطنا شعاع من الالكترونات، مسدس الكتروني. سلطنا شعاع الكتروني وفضلنا واقفين نشوف الحيطه اللي وراها. حطينا طبعا شاشه فلورسيه عادي او حطينا لوح حساس كل ما الالكترون يخبط فيه يحترق عادي، يتحرق. فضلنا باصين احنا كلنا واحنا واقفين باصين، لقينا الالكترونات عدوا شويه هنا وشويه هنا وخبطوا مكانهم. فاهم يعني ايه؟ يعني لو كان معاك ترابيزه فيها فتحه هنا وفتحه هنا ورميت عليها كيس رمل، الرمل هتبص على الارض هتلاقيه فين؟ فتحتين، هتلاقي حبتين كومتين رمل. هو ده اللي حصل. الالكترون كانت بتنفذ من الحتتين دول يديني طبعه هنا وطبعه هنا. حلو؟ حلو. قلنا خلاص تعالوا بس كده ايه نشرب شويه شاي، هي شكلها خربت. واقف يا ابني الجهاز ده، يلا يلا. فاحنا خرجنا والواد بدل ما يفصل الجهاز راح خارج ورانا. حلو؟ حلو. عملنا الشاي ولعنا سجارتين رجعنا خلاص بقى ايه احنا تمام. شوف بقى فين الغلطه بقى. اول ما رجعنا ايه ده؟ انت يا ابني سايب الجهاز شغال، افصل يا ابني الجهاز ده. جاي افصله ابص على الحيطه لقيت ظاهره التداخل حاصله على الحيطه. لقيت الالكترون اتصرف كان ليه موجه. تمام؟ بس اتصرف كده امتى وانا فين؟ وانا بره. اول ما رجعت قصاده ببص فضلت مراقبه لقيت الالكترون رجع يتصرف تاني يعمل لي البصمتين بتوعه، الخطتين بتوعه على الخطين الفتحتين بس، يعني مفيش تداخل. خرجنا تاني ورجعنا لقينا عمل تداخل، واول ما شافنا راح معدول. حطينا كاميرا زي دي تمام تراقبه وخرجنا بره. الالكترون بقى قول لي عرف منين ان هو متراقب؟ عرف منين؟ معرفش. معرفش. فضل يعمل زي ما هو الخطين بتوعه ما عملش تداخل. تمام؟ فاللي حصل هنا ان الالكترونات دي ايه؟ يعني ايه؟ بعد ما ركبنا الكاميرات. اللي حصل الحدوته اللي انا بحكيها لك دي موجوده عندك في المنهج ككلمه ان احنا عملنا التجربه خلاص. تمام؟ انما التفاصيل اللي انا بحكيها لك دي عشان تفهم وتعمق فهمك لميكانيكا الكم او لفيزياء الكم. الفيزياء الحديثه اسمها فيزياء الكم. يعني ايه بقى فيزياء الكم او ميكانيكا الكم؟ الحكايه وما فيها ان احنا بنبص الحاجات اللي عينينا مش بتشوفها. اللي ايه؟ عينينا مش بتشوفها. ولا حصل ده حصل واحنا واقفين ولا حصل واحنا بره؟ حاجات عينينا مش بتشوفها. حتى لما حطينا له كاميرا ما اشتغلش. حتى لما حطينا له في التجربه كاشف الكتروني حاجه تكتشف الالكترونات ماشيه ازاي ما اشتغلش كانه موجه. اشتغل كانه موجه لما احنا ما كناش شايفينه خالص. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت؟ تمام. طب خلاص التجربه دي كده مش هشرحها ولا ارسمها ولا اي حاجه. تمام؟ ماشي. فاضل لي ايه بقى؟ فاضل لي موضوع صغير قوي اسمه شعاع الفوتونات المتماثله. شعاع ايه؟ الفوتونات المتماثله. يعني عايز شعاع جميع فوتوناته شبه بعضيها. هتقول لي ما تاخد اللمبه دي بتطلع فوتونات. هل احنا المره اللي فاتت لما شرحنا وفصلنا بلانك قلنا ان الفوتونات اللي بتطلع من اللمبه شبه بعض؟ ولا في فوتون كبير وفوتون صغير؟ في فوتونات كبيره طاقتها كبيره كتلتها كبيره عددها قليل، وفي فوتونات ثانيه طاقتها قليله كتلتها قليله عددها كبير. هنا انا عايز فوتونات شبه بعض كلها. قال لي هتلاقيها في الليزر في الفصل السابع عندنا في الفيزياء. هتلاقيها في الليزر. قلت له ماشي هات لي شعاع الليزر ده. تمام اتفضل شعاع الليزر اهو. ماسك شعاع الليزر ده وقمت جاي على قفا مصطفى وقمت منوره في قفاه. حسيت بحاجه؟ ولا تحس؟ صح؟ هل حد متوقع ان الشعاع ياثر على قفاه فعلا؟
لا. طيب جبت كشاف عملاق، عملاق، تمام. الواد احمد راح في النوم عمال بيسقط كده زي الحيوان، انت جاي في ظهره برده وقمت مشغل الكشاف ده، هل هيقوم مكسي على وشه؟ لا، اكيد لا، تمام. طب ازاي الالكترون ده لما فوتون واحد خبط فيه شاطه؟ يعني حصل تصادم. ازاي بقى الضوء لما جبت الكشاف العملاق ده ضربته في ظهرك ما حصلش بينكم تصادم؟ اكيد حصل تصادم، اكيد الضوء خبط فيك، بس انت يا هلف مش هتجيب نفسك للالكترون، صح؟ صح ولا لا؟ بص كتلته 9 في 10 اس سالب 31، يعني حرك العلامه دي ناحيه اليمين 31 رقم، لو راجل اقراه اصلا، تمام؟ عشان تجيب كتلته كيلو جرام انت تلاقيك 90 كيلو اصلا، اقل واجب يعني، تمام؟ فاكيد اكيد اكيد الضوء ده اثر عليك بس انت ما حسيتش. حلو. احنا بقى عايزين نشوف القوه اللي هيأثر بيها الشعاع ده على سطح عاكس. احنا هنحسب دلوقتي الايه؟ القوه اللي هيأثر بيها الشعاع ده على السطح العاكس. القوه دي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي 2 باور على سي. سيبني اخلص وبعدين احكي لك. او 2 ام سي فاي ال. فاي ال. اه فورس اه. خلاص يا رجاله، ما بنصدق، ما بنصدق نلغي. سمي الله. اول قانون عندي بيقول ان الاف القوه تساوي 2 باور على سي. الاف دي قوه قوس بالنيوتن. مين رمز الباور ده؟ القدره. الباور ده اللي هو القدره، بس انا هنا بتكلم على ضوء، فبقول القدره الضوئيه، حتى هو بيديها لي في السؤال يقول لي علما بان القدره الضوئيه كذا، ماشي؟ دي الباور، والسي سرعه الضوء كده كده ثابت، ماشي؟ ايه؟ لا، الباور بتاعت الكهربيه اللي هي دبليو على تي في اي اي تربيع في ار في تربيع على ار دي بتاعت الكهربيه، دي بتاعت اسلاك، اللي هي الباور القديمه. اللي بقى ايه؟ اللي بقى اقول قوانين عشان لو هو عايز يفتكر يفكر. المهم يعني، المهم ايه؟ المهم بس عشان المايك طب عشان التسجيل. احنا الباور القديمه دي بتاعت الكهربيه احنا مش عايزينها هنا، عايزين هنا القدره الضوئيه، تمام؟ حلو. يبقى انا هنا الاف اقدر اقول 2 باور على ايه؟ على سي، او اقدر اقول 2 ام سي فاي ال. مين الام؟ كتله الفوتون. مين السي؟ سرعه الفوتون. مين الفاي ال؟ الفاي ال دي اسمها معدل سقوط الفوتونات على السطح. مين اللي مشغل التليفون؟ ماشي. معدل سقوط الفوتونات على السطح العاكس. صلي بينا على النبي. اشمعنى السطح يكون عاكس؟ هو مش اشمعنى على حاجه عادي يعني. طب لو مش عاكس شيل الاثنين. لو السطح مش عاكس شيل الاثنين، لو عاكس سيبها زي ما هي، تمام؟ طيب ايه ده بقى؟ بيقول لي طاقه الشعاع، قال لك كنت طاقه الفوتون الواحد. يعني لو معايا طاقه الفوتون الواحد اجيب طاقه الشعاع كله ازاي؟ اضرب في ان، اضرب في العدد. مش فوتونات متماثله؟ اخر السبوره باين عنك يا محمد؟ اه ماشي. يبقى هضرب في الان في ايه فوتون اجيب ايه؟ شعاع. طب الفاي ال اللي هي معدل، مش المعدل دي يعني حاجه على زمن؟ بنقول معدل ايه؟ الفوتونات. يبقى نقول برضو مين على مين؟ ان على مين؟ ان على التي، تمام؟ طيب هي الباور ينفع نجيب ليها قانون لوحده؟ ينفع. لا مش قصدي من هنا يعني، لا. ممكن نقول اي فاي ال، اي فوتون في فاي ال، ده الباور، طاقه الفوتون في الفاي ال، تمام؟ يبقى انا هنا هحفظ كام قانون؟ في قانون اهو، وده بديهي قوي، هتحفظ قانونين يعتبر، تحفظ قانونين بس، تحفظ ده تحفظ ده. ده بيقول لي الاف 2 باور على سي 2 ام سي فاي ال، تمام؟ الاي الباور بتساوي ايه بقى؟ اي في فاي ال. اقول لك على مفاجاه، لو عوضت بالاي فاي ال هنا تطلع لك ده. مش مصدقني؟ اثبت لك. شيل الباور ادي 2 اهي، وحط اي فاي ال، ادي اي وادي فاي ال، وتحت عندك سي. هي مش الاي دي يا ابو حميد بتساوي ام سي تربيع ولا لا؟ صح؟
يبقى ينفع نقول 2 ام سي تربيع في فاي ال على مين؟ على سي. السي راحت مع مين؟ مع التربيع صح؟ طب بقى لي ايه؟ 2 ام سي فاي ال. صعبه؟ صعبه؟ مالكش دعوه باللي انا عملته ده، احفظ القانون ما تقرفنيش معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. جدول ظاهره كومبتون. اللي انا هتكلم عليه يا شباب هتكلم على بعد التصادم. واضح الكلام؟ بعد التصادم ايه اللي حصل؟ هتكلم على الالكترون هنا وهتكلم على الفوتون هنا. يلا بسم الله. اول حاجه في الالكترون عايز اتكلم عليها الطاقه. الطاقه والتردد والطول الموجي والكتله وكميه تحرك وسرعه. سمي الله. الطاقه بتاعت الالكترون اللي اتخبط، الالكترون طاقته زادت ولا قلت؟ يبقى الطاقه ازداد. الفوتون طاقته ايه؟ التردد المصاحب لحركه الالكترون ازداد. تردد الفوتون لا صحصحوا لي. الطول الموجي بتاع الالكترون. طول الموجي ايه؟ طول الموجي المصاحب لحركه الالكترون ايه؟ طول موجي الفوتون. الكتله بتاعت الالكترون. شكرا. الفوتون. شكرا. كميه التحرك زادت. برافو. كميه التحرك قلت. مين اللي زادت هنا؟ ماشي. السرعه بتاعت الالكترون. سرعه الفوتون ثابته عشان سرعه مين؟ الضوء. رساله ايه شعبان الدوي؟ صور صبور. ايه؟ رموز؟ هكتبها لكم السبوره الجايه ونحل. صور السبوره كويس عشان هنحل. صور السبوره عشان هنحل. يلا. اعمل بوز كده للفيديو. مش توقفوا خالص، اعملوا ايقاف مؤقت. شغل يلا بسم الله. تعال نحل مع بعض بقى، ركز معايا هنا. تعال نحل مع بعض الكام مساله دول. اول سؤال بيقول لي ايه؟ انبوبه شعاع الكاثود تعمل على فرق جهد 10000 فولت. مع 10 كيلو دي يعني كام؟ 10000. يبقى فرق الجهد اللي مديهوني ب 10 في 10 اس موجب 3. هكتب معاك عشان ما ابصش هنا. المهم انا كده مديك فرق الجهد. طلبت منك الطاقه الكهربيه. الطاقه الكهربيه دي يا شباب اللي هي فرق الجهد في ايه؟ في الشحنه بتاعت الالكترون. صح؟ فرق الجهد بكام؟ 3 في 10 10 في 10 اس موجب 3 اللي هي 10 اس موجب 4. 10 اس موجب 4 في 1 و6 في 10 اس سالب 19. يطلع 1 و6 في 10 اس سالب 15. اذا الدبليو 1 و6 في 10 اس سالب 15 جول. ده كده ايه؟ اول مطلوب اللي هو الطاقه الكهربائيه. المطلوب اللي بعديه على طول عايز من طاقه الحركه. تمام؟ ايه؟ لا حسبت؟ ما علينا يعني. الحمد لله. طاقه الحركه يا رجاله الكي اي هي مين؟ الدبليو. صح؟ يبقى الدبليو كي هيها. يبقى الثانيه دي مش هحسب. صح؟ حط نفس الناتج. الثالثه عايزه السرعه. السرعه دي مش موجوده في نص الكتله. مربع السرعه موجود جوه كي. يعني الرقم اللي هو مديهوني ده 1 6 في 10 سالب 15 بيساوي نص كتله الالكترون اللي هي كام؟ 9 و1 في 10 سالب 31 في مربع السرعه. واعمل ايه؟ اعمل شيفت سولف. تطلع كام دي؟ ايا كان بقى تطلع زي ما تطلع، بس انا فاكر فيها 14 يعني. المهم تمام كده؟ مفهومه؟ ايه؟ قانون الجذر ماله؟ لو جبت الفي لوحدها ولا بتاع اللامدا؟
الفي لوحدها اللي هو بيقول في بتساوي جذر 2 اي ام اي على فرق الجهد، عادي اشتغل بيه عادي. عادي. انا هنا استخدمت اللي قدامي بس على طول عشان انجز. المهم السؤال اللي بعده، اذا كان الطول الموجي الحرج للخرسيم 3000 انجستروم. الطول الموجي الحرج يا جماعه اسمه لامدا ولا لامدا سي؟ لامدا سي 3000 انجستروم. احولها ولا ما احولهاش؟ لازم احولها طبعا عشان بالانجستروم، صح؟ يبقى 3000 في 10 اس سالب 10، يبقى يطلع 3 في 10 اس سالب 7 متر. تمام؟ فاوجد داله الشغل. عايز داله الشغل يعني عايز الاي دبليو. الاي دبليو يا شباب بتساوي يا اما اتش نيو سي في ايه؟ يا اما اتش نيو سي يا اما اتش في سي على لامدا. انا هستخدم اتش في سي على لامدا عشان معايا اللامدا، يبقى اتش في سي على لامدا سي. بسم الله. الاتش بكام؟ 6 625 في 10 اس سالب 34 في السي 3 في 10 اس 8 على اللامدا سي اللي هي بكام؟ 3 في 10 اس سالب 7. صعبه؟ صعبه؟ حلتها؟ السؤال اللي بعده. ما حلتهاش كده؟ هي ملهاش حل غير كده. السؤال اللي بعده. ايه؟ هو اللي قال لي يا صاحبي اذا كان الطول الموجي الحرج. تمام؟ اذا علمت ان داله الشغل للسطح، تقدر تسيب الكشكول ويبقى صور السبوره عادي. داله الشغل للسطح هي كذا، يبقى كذا دي مين؟ الاي دبليو. يبقى الاي دبليو بتساوي ايه؟ 4 علامه 9 6 في 10 اس سالب 19 جول. دي كده اي دبليو. اضيء السطح بشعاع طول الموجي 200 نانو متر. انا معايا داله شغل المعدن ومعايا الضوء. الضوء طول الموجي 200 نانو، يبقى الطول الموجي 200 نانو دي يعني 10 اس سالب 9، يطلع الناتج عندي 2 في 10 اس سالب 7 متر. احسب طاقه حركه الالكترون بعد بوحده الالكترون فولت. عايز الكي اي بوحده الالكترون فولت. سمي الله. احنا كنا بنقول المساله دي بتتحل ازاي؟ كنا بنقول يا رجاله ضوء بيساوي معدن زائد الكترون. ضوء بيساوي معدن زائد الكترون. حلو. حلو. هو مديك المعدن على بعضيه اي دبليو، وطالب منك الالكترون على بعضيها كي اي، بس فكك لك الضوء مديك اللمضه، يبقى تفك الضوء اتش نيو ولا اتش سي على لمضه؟ وصلت؟ وصلت ولا لا؟ ها؟ تمام؟ معايا؟ يبقى نقول اتش سي على لمضه بتساوي اي دبليو زائد كي اي. بص بقى، بص على الحلاوه. ثابت ثابت معايا عايزه. صعبه المساله؟ طيب مباشر. تمام؟ تمام كده؟ بعد ما تطلع الكي اي بقى في مشكله. هو عايزها بمين؟ بالالكترون فولت. انا القانون طلع لي بالايه؟ بالجول. من الكترون فولت لجول هضرب في شحنه الالكترون، من الجول للالكترون فولت هقسم على شحنه الالكترون، يبقى الكي اي بتساوي اللي هتطلع هقسمها على شحنه الالكترون 1 و6 في 10 اس سالب 19. وصلت يا رجاله؟ وصلت اكيد؟ تمام؟ صعب السؤال؟ صعبه؟ اقعد بقى بكل حاجه اللي معايا. تمام؟ السؤال اللي بعده. فوتون تردده 6 في 10 اس 14، يبقى ده مين؟ النيو. ده النيو بتاع فوتون. احسب طاقته. عايز الاي. الاي بتساوي ايه يا محمد يا رضا؟ اتش في ايه؟ يلا رد. الاي بتساوي اتش في ايه؟ اتش في نيو. الاي ليها 4 مناظر لازم تحفظهم صم. اتش في نيو، اتش في سي على لامدا، ام سي تربيع، بي ال سي. تمام؟ حفظ صم. مديك التردد وعايز الطاقه تعامل مباشر اتش نيو. تمام؟ 6 625 في 10 سالب 34 في الضوء اللي هو 6 في 10 اس موجب 14. تطلع زي ما تطلع مش مهتم. اللي بعده عايز الطول الموجي. قدامي طريقتين. الطريقه الاولى قدامي 3 طرق.
الطريقه الاولى اقول ان اللامدا سي على نيو، دي الطريقه الاولى والاسهل، ارزع السي والنيو خلصت. الطريقه الثانيه ابص هنا اساوي ده بده، اقول اتش نيو بتساوي اتش في سي على اللامدا واحسب اللامدا شيفت سم. الطريقه الثالثه مش انت معاك الاي حسبتها، هات اللامدا لوحدها، طلع اللامدا ونزل اي، يبقى اللامدا تساوي اتش في سي على مين؟ على اي. دول اسهل اتنين ان انت تقدر تحل بيهم. تمام؟ تقدر تجيب اللامدا من الاي او تقدر تجيب اللامدا من سي على ايه؟ على نيو. تمام؟ المطلوب الرابع عايز الكتله، او الثالث عايز الكتله. مش انت معاك الاي وعايز الام، اعمل ايه؟ اقسم على سي تربيع، يبقى الام بتساوي اي على سي تربيع. يا اما مش انت معاك اللامدا تقدر تحسب الام من اللامدا، بس عايز حد جامد دي للاسف. الام من اللامدا، مش اللامدا انا عارف ان هي بتساوي اتش على بي ال، صح ولا لا؟ رد على اهلي. طب مش البي ال دي بتاعت الفوتون، يعني اقولها ام في سي ولا ما ينفعش؟ لو عايز دي لوحدها هطلعه ونزل ايه؟ اللامدا، يبقى الام بتساوي اتش على لامدا في سي. تمام؟ طب وعلى ايه وجع الدماغ يا عم؟ بامانه والله على ايه؟ مش انت مديني النيو في اول السؤال؟ رد عليا يابا، ردوا على اللي جابوني ما تخلونيش ادور فيكم الضرب. مش انت مديني النيو وعايز الام بساوي ده بده؟ تمام؟ يا اما انت حسبت الطاقه ساوي ده بده. طيب هنا هجيب الام على طول. اللي بعده عايز كميه التحرك اللي هي البي ال. برضه قدامي طريقين، يقول البي ال بتساوي اي على سي زي ما حضراتكم شايفين، اقسم على سي وخلصت. يا اما انت مديني النيو هساوي ده بده، يعني اقول له والله اتش نيو بتساوي بي ال سي. عوض عوض عوض، تعويض مباشر هدي. فهمت؟ قدامك كل الطرق واسهل الطرق تحل بيها اي مساله فيزياء. ماشي؟ بس انت صح لي، بلاش الموتين اللي انتوا فيه ده. السؤال اللي بعده، سقط شعاع ضوئي قدرته 400 واط، 4000 واط، يبقى ده مين ده كده؟ ده الباور. 4000 واط على سطح منضده ترابيزه يعني. احسب قوه الشعاع، عايز الاف. طب ما دي سهله، الاف بتساوي 2 باور على السي، 2 باور ادي 2 والباور 4 قدامها 3 اصفار والسي 3 في 10 اس موجب 8. خلصت. اللي بعده، هل المنضده تتحرك؟ لما اخلص كلامي، هل المنضده تتحرك؟ لا، صح؟ يبقى هل تتحرك المنضده؟ اقول له ايه؟ لن تتحرك المنضده. ليه يا رجاله لن تتحرك المنضده؟ لان القوه بالنسبه لجسم الترابيزه ضعيفه موت، مش هتحس بيها. ايه اللي يحس بقوه الشعاع؟ الكترون، بروتون، عارف انت الحاجات الصغننه خالص دي اللي تحس بقوه الشعاع. تمام؟ احمد بيقول لي هل قال المنضده تعكس الضوء او لا؟ انا باصص على المنضده، شفتها ولا ما شفتهاش؟ يعني الضوء اللي سقط عكس عليها ولا لا؟ السؤال اللي بعده، مصدر ضوئي لليزر، مصدر ضوئي ليزر يعطي نبضه مدتها 10 نانو ثانيه، يبقى ده التي 10 في 10 اس سالب 9 وقدرتها 1 ميجا. قدره يعني الباور، ميجا يعني 10 اس موجب 6. فاذا كانت جميع فوتوناته لها طول موجي واحد وبتساوي كذا، يبقى ده اللمبه بتساوي 6 9 4 علامه 3 في 10 اس سالب 9. احسب عدد الفوتونات في كل لمبه، عايز الان. لو فضلت باصص للمساله كده اوعدك مش هتتحل، وعد. امال المفروض اعمل ايه؟ زي ما اتكلمنا في كذا مساله يا جماعه، بص على اللي معاك مش على اللي هو عايزه، بص على المعطيات اللي معايا اللي في ايدي اعمل بيها ايه. يعني معايا الباور ومعايا اللمبه. هي مش الباور ليها قانون اسمه اي في فاي ال، صح ولا لا؟ طب مش الاي ينفع احسبها من اللمبه؟ اسمعني، ينفع احسبها من اللمبه؟ ثابت ثابت معايا، حسبت الاي ومعايا الباور، جبت مين؟ الفاي ال، صح؟ طب مش الفاي ال بتساوي ان على التي؟ معايا التي وعايز الان، مساله حل. نقولها تاني، الباور بيساوي اي في فاي ال.
الباور معاك ولا معاكش؟ رد عليا، الباور معاك ولا معاكش؟ الاي تعرف تحسبها ولا لا؟ حلو، يبقى الباور اقول 10 اس موجب 6 بتساوي الاي هقول اتش في سي على اللمبه 6 9 4 علامه 3 في 10 اس سالب 9. الكلام ده كله مضروب في فاي ال. كده انا هطلع مين؟ هطلع فاي ال صح؟ طيب اذا فاي ال بكذا طلعتها تمام؟ اجيب منها ازاي بقى الان؟ طب ما الفاي ال دي يا محمد لوحدها اصلا بتساوي ايه؟ ان على التي. تمام؟ معاك فاي ال ولا معاكش؟ معاك التي ولا معاكش؟ هات لي الان. تمام؟ اضرب دول في بعض وخلصت. ماشي يا رجاله؟ تمام؟ تمام؟ يبقى نجيب الان ازاي؟ نقول ان اللي هي فاي ال في تي. السؤال اللي بعده، اصطدم فوتون طوله الموجي 3 انجستروم. دي كومتون، ها؟ دي ظاهره كومتون. اصطدم فوتون طول الموجي 3 انجستروم بالكترون. من هنا عرفت ان هي كومتون، فوتون خبط في الكترون تبقى كومتون. طب كومتون كان فيها قانونين، قانون بقاء الطاقه وقانون بقاء كميه التحرك. طالما اداني طول موجي، لا يا ناصح هتقول لي اداني الطاقه؟ لا، ما كميه التحرك برضه بتساوي اتش على لامدا صح؟ يبقى ما ينفعش احكم في الاول. كمل مسالتك. بالكترون ايه؟ لا ركز فيها دي، بالكترون ايه؟ يعني طاقته الاولى بكام؟ سرعته الاولى بكام؟ كميه تحركه الاولى بكام؟ فانطلق بطاقه كذا، يبقى دي كي اي بعد، صح ولا لا؟ صح؟ يبقى كي اي قبل بكام؟ بصفر، بعد بكام؟ مديهاني. يبقى ده قانون بقاء الطاقه طالما اديك طاقه، صح كده؟ طيب احسب طول موجة الفوتون، عايز اللمضه بعد. قول له يا عم استناني بس كده، استناني بلمضه بعد بتاعتك دي، انا معايا لمضه ايه؟ قبل. انا عرفت ان ده قانون بقاء الايه؟ الطاقه. اقول اي فوتون زائد كي اي الكترون بتساوي اي فوتون زائد كي اي الكترون. الكلام ده قبل والكلام ده بعد. صلي بينا على النبي. كي اي قبل بكام؟ الاي قبل بكام؟ اتش في سي على مين؟ على لامدا 3 في 10 اس سالب 10. حد معترض؟ بتساوي اي بعد بكام؟ اتش في سي على ايه؟ على لامدا اللي ما اعرفهاش صح؟ زائد الكي بكام؟ 1 و1 في 10 اس سالب 16. الكي تمام؟ سؤال بقى، حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ مش فاهم خالص؟ فاهم؟ حد مش فاهم عيدها؟ ها؟ يعني تمام عيدها ولا تمام اكمل؟ طيب مستطيل اطير الاتش والسي مع الاتش والسي؟ ايه؟ انت شايف ده ضرب؟ امال ده ايه ده؟ يعني اطير ولا ما اطيرش؟ ليه ما ينفعش يا مصطفى؟ يعني ايه؟ يعني يا رجاله اتش في سي على لامدا 1 بتساوي اتش في سي على لامدا 2. الاتش وسي هيطيروا ولا مش هيطيروا؟ هيطيروا صح؟ طب لو قلت هنا زائد 2 هيطيروا؟ طب ما هي يما، ما هي يابا، ما هي اخويا، ما هي حبيب قلبي، ما ينفعش يطيروا. ما ينفعش يطيروا ليه؟ عشان في جمع او طرح. الجمع والطرح يا جماعه بيقيد الحد اللي جنبه. تمام؟ طيب يبقى انا هنا عندي المساله دي تعود مباشر ولا لا؟ معاك الاتش حافظها، معاك السي حافظها، معاك اللامدا عوضت، هنا صفر كده كده. معاك الاتش حافظها، معاك السي حافظها، عايز اللامدا، معاك الكي عوضت. تعود مباشر وطلعت اللامدا. انت واخد بالك ان انا عمال بلعب بالقانون ده في كل المسائل؟ يا رب تكون واخد بالك. السؤال اللي بعده، يستخدم ميكروسكوب الكتروني يستخدم ميكروسكوب الكتروني لفحص جسم دقيق ابعاده 3 انجستروم. دي ابعاد جسم عايزين الميكروسكوب يفحصه. تمام؟ عشان نشوف الجسم ده بالميكروسكوب لازم الطول الموجي بتاع الموجه بتاع شعاع الالكترونات يبقى اقل من او يساوي ولا اكبر من او يساوي؟ الطول الموجي اكبر من او يساوي ولا اقل من او يساوي؟ اقل من او يساوي. يبقى اعمل ايه؟ احسب الطول الموجي واقارنه بده. لو اقل من او يساوي هشوف. طول الموجي اكبر مش هشوف. صعبه؟ صعبه؟ يلا بينا. طيب
اذا علمت ان سرعه الالكترونات هي كذا، يبقى ده كده الفي السرعه. هل يمكن رؤيه تفاصيل الجسم؟ احنا اتفقنا قلنا هنجيب الايه؟ هنجيب الطول الموجي. الطول الموجي ليه ثلاث قوانين، اتش على بي ال، اتش على ام الكترون في، اتش على جذر 2 اي ام اي فرق الجهد. استخدم انهي؟ استخدم انهي بسرعه؟ انا مديك مين؟ مديك مين يا نايمين؟ السرعه. يبقى انا هستخدم انهي قانون؟ الثاني. صح؟ ثابت ثابت اديتهولك هتجيب لي اللمبه. اذا اللمبه بتساوي، حد يطلع قلم، 6 625 في 10 سالب 34، 9 1 في 10 سالب 31. الفي اللي هي السرعه 18 في 10 موجب 5. طلع الناتج يا صاحبي وخلاص. بس الناتج اللي هيطلع فيه مشكله. محتاجين نحول، الله ينور عليك. الناتج اللي هيطلع هنا يا جماعه يطلع معانا بالمتر. عايزين نحوله لمين؟ انجستروم. انجستروم بضرب فيه 10 سالب 10، هنا هقسم على 10 سالب 10. ايوه اقسم لي بقى على 10 سالب 10 تطلع تقريبا 4. يطلع الناتج تقريبا كام؟ 4. هو 4 لا حاولتش في الاول، حاولت في الاخر. اذا اللمبه اللي طلعت معايا يا جماعه ب 4 انجستروم. يا رب تسمعني. في موجه طولها الموجي 4 انجستروم راح على جسم. الجسم ده ابعاده قطره 3 انجستروم. هل الموجه دي هتخبط في الجسم وترتد؟ يبقى هل يمكن رؤيه الفيروس ده؟ ها؟ اكيد. شكرا. اعمل بقى بوس كده اكف موقف. طب استنى عشان لو السؤال ده يفرق. شغل. ايه؟ احول من ايه؟ احول ده؟ عادي مفيش مشكله. ايه المشكله؟ عادي. تمام؟ بس اهم حاجه يا جماعه في شغل الفيزياء تبقى فايق لتحويلاتك، فايق للوحدات اللي انت شغال عليها. تمام؟ حد عايز نعيد مساله على السبوره؟ حد عايز نعيد حاجه؟ قول. دي ثواني. طب قول معلش مش سامعك. ده الزمن. بيقول لي نبضه مدتها مده يبقى زمن. 10 نانو يبقى 10 في 10 سالب 9 تحويله. حصه تحويلات اساسيات. وقدرتها، ما القدره اللي هي الباور، ميجا 10 اس 6. 1 ميجا 10 اس 6. تمام؟ دي كده بالثانيه، دي كده بالوات. فاهم؟ قول يا مصطفى كنت عايز انهي؟ تطلع 4 مع 4 من 100 ماشي. هتفرق في ايه؟ كده كبير. كده كبار. قول عايز ايه من هنا؟ حد عايز حاجه مع السبوره؟ اكيد. كده احنا الحمد لله خلصنا الفصل الخامس. الفصل الخامس اتكلم عن ايه بقى؟ اولا افترض في بلانك، افترض خاصيه جسيميه للضوء، يعني افترض وجود الفوتونات. ماكس بلانك ظاهره اشعاع الجسم الاسود. ثاني حاجه اثبت او اكد مين؟ اينشتاين في ظاهره الانبعاث الكهروضوئي، اكد وجود الفوتونات او اكد الظاهره الجسيميه للضوء. مين اللي اثبتها؟ كومبتون. يبقى كومبتون هو اللي اثبت وجود الفوتونات او اثبت الخاصيه الجسيميه للضوء. طب مين اللي اتكلم على الخاصيه الموجيه للجسيم الالكترون او احنا؟ دي بروين. عليه دي براولي. تمام؟ دي براولي ده اللي اثبت الخاصيه الموجيه للالكترون. اثبتها ازاي؟ بنظريه التماثلات الكونيه ان يكون متماثل. تمام؟ وحسب لي اللمضه بثلاث طرق. القانون اللي احنا كنا كاتبينه هنا بثلاث طرق، مره بيقل، مره سرعه، مره فرق الجهد. وتعلمنا برده في نفس الكلام ان احنا ازاي نحسب الطاقه بتاعت الفوتون باربع طرق، وازاي نربط ما بينهم كلهم. تمام؟ اتعلمنا هنا كمان في الاخر الميكروسكوب الالكتروني، اتعلمنا ازاي بشتغل مع مساله الميكروسكوب. عارف ممكن يجي لك مساله عامله ازاي؟ هنا يقول لك يستخدم ميكروسكوب الكتروني لفحص جسم ابعاده 3 انجستروم. احسب فرق الجهد المطبق عليه. لما يديك ابعاد جسم ويسالك على حاجه اعتبره الطول الموجي. مش احنا بنقول ان الطول الموجي لازم يبقى اقل منها او يساويها؟ احنا نعتبره عامل بيساويها، واحسب ساعتها فرق الجهد بكام او السرعه بكام. فهمت؟ يبقى لما يديك ابعاد جسم بس ويطلب يا اما سرعه يا اما فرق جهد، تحط ابعاد الجسم فين؟ في الطول الموجي. بس خلي بالك من التحويلات، نانو انجستروم اي حاجه تحول على طول. تمام؟ عشان هنا مستني ناتج فلازم احول. ماشي؟ دي كده مسائل الميكروسكوب.
فهمنا مسائل الاشعه المتماثله، الشعاع المتماثل اللي هو الليزر، فهمنا يعني ايه سطح عاكس، سطح عكس الضوء عامه، يعني اي سطح في الدنيا عاكس ضوء عادي. تمام. الاسطح اللي هو يقول لك فامتص الضوء، سقط عليه الضوء ولم ينعكس. تمام. يبقى العادي عندي يا شباب في مسائل الشعاع المتماثله، الاشعه المتماثله ان الضوء ينعكس، اللي مش عادي ان الضوء يمتص. دي الحاله الخاصه الجسم الاسود. تمام. حلو. فهمنا المسائل بتيجي ازاي، فهمنا بنشتغل عليها ازاي، فهمنا اهميه التحويلات في فهم القوانين والحل. جمعنا مسائلي في الامتحان اختر، يعني ممكن احل مسالتي صح وتمام وكله عسل واطلع ناتج غلط، لبست في حيط. وبعد اذنكم نهتم بالتحويلات. تمام. حد عاوز نعيد حاجه اخيرا بعيد اهو؟ ماشي اتفضلوا يا شباب. السلام عليكم.